في يوم من الايام كنت قاعد في البيت، لقيت اخويا داخل عليا في مره بيقول لي: يا محمد، هو هل تبييض الاسنان بيبوظ السنان ولا مش بيبوظه؟ فحاولت ان انا اشرح له الموضوع بطريقه مبسطه، وفهمته ان التبييض عمره نهائيا ما يبوظ الاسنان، وان التبييض وظيفته الوحيده ان هو بيكسر التصبغات اللي بتكون موجوده على الاسنان، فهو بيفتح الاسنان بس كيميائيا بدون اي حفر ولا اي صنفره على الاسنان. فالتبييض اللي بيتعمل في العياده بيكون امن بنسبه كبيره جدا. فقلت له بعد كده على سبيل المثال، انت جبت تيشيرت ابيض ومتوسخ وعندك دلوقتي مسحوق غسيل، قمت حطيت المسحوق الغسيل على التيشيرت الابيض وحطيته على البقعه وبدات تفرك، ثم بعد كده حطيته في الغساله وبدا يتغسل، طلع لك التيشيرت الابيض نفسه قماشته مفيش حاجه اتقطعت، مفيش حاجه اتصنفرت، سمك التيشيرت ما بقاش ارفع، كل حاجه موجوده هي بس مفيش اي حاجه حصلت في التيشيرت غير ان البقعه دي اتشالت. فهو بالمثل ده هو اللي بيحصل مع تبييض الاسنان، ان هو بيخش كيميائيا يمسك في التصبغات يكسرها، يبدا يخلي السنه تبان بشكل افتح، لكن بدون صنفره، لكن بدون اي حفر، لكن بدون اي حاجه تبوظ الاسنان. قلت له تعرف بقى ايه المشكله بجد؟ الحاجه اللي مشكله وبتبقى مصيبه بجد، الحاجات اللي هي بتسبب مشاكل في الاسنان على المدى البعيد لكن بتكون نتائجها مؤقته، فاكر ان هي بياضه سنانك. زي مثلا انت تغسل بالفحم، زي اللي انت تروح تجيب كيت تبييض اونلاين مش معروف مصدرها ايه ولا معمول عليها ابحاث ولا التركيز ايه، زي اللي انت تروح تجيب معجون خشن. الحاجات دي فعليا بتعمل صنفره للسنه، يعني بتصنفر طبقه المينا اللي هي الطبقه الخارجيه اللي هي الطبقه القويه. مع الوقت بتبدا ان انت تصنفر طبقه مع طبقه استخدام يوم بعد يوم لحد ما بتقرب للعاج، واول ما بتيجي تقرب للعاج سنانك بتبدا تبان اصفر، وفي نفس الوقت بتعمل معاك حساسيه زياده، فبتبان اسنانك ان هي لونها اصفر، وفي نفس الوقت بتبقى اسنانك حساسه. يعني ايه؟ يعني تيجي تشرب ميه ساقعه، ميه سخنه، تاخد هواء ساقع، هواء سخن، تلاقي ان انت بتحس بالم رهيب مش قادر تستحمله. الخلاصه من الفيديو اللي انا عايز اوصلها لك ان التبييض الطبي هو شيء امن بنسبه كبيره، لكن اللي بيسبب لك مشاكل على المدى البعيد بس بيديك نتائج لحظيه هو ان انت تستخدم الحاجات اللي احنا قلنا عليها زي المعجون الخشن، الفحم، الخلطات اللي هي السريه اللي بتبيض الاسنان لحظيا. الحاجات دي كلها بتبوظ الاسنان على المدى البعيد وبتعمل لك مشاكل كتير انت في غنى عنها. وبس كده، وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده، واتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، وانتظروا الفيديوهات الجايه، والسلام عليكم.